السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جايبة لكم فيديو جديد وهو طريقة عمل الجلاش. جربوا الجلاش بالطريقة دي هيعجبكم جدا. هو مقرمش من بره وطري ومورق من جوه. اول حاجة هعملها هعصج اللحمة المفرومة. جبت بصل وطماطم ومعلقة صغيرة من الثوم المفروم. هفرم البصل في الكبة وهيكون بالشكل ده. بعد كده هجيب الحلة وهحط فيها شوية من الزيت، مش هكتر من المادة الدهنية علشان اللحمة المفرومة بتبقى فيها نسبة دهون. وهدبل البصلة شوية وبعد كده هضيف عليها معلقة الثوم المفروم وهقلبهم مع بعض لحد ما البصلة تصفر. انا ما بحمرهاش وهوريكم شكلها هيكون عامل ازاي. ده كده شكلها، انا عايزاها توصل للشكل ده. بعد كده بضيف لها مكعب من المرقة. مكعب المرقة ده بيدي لتعصيجة اللحمة طعم حلو. لو مش عايزين تضيفوه عادي جدا، بس هو بيعلي التست بتاع اللحمة. بعد كده بنضيف اللحمة وبنشوحها مع البصل لحد ما لونها يتغير. واول ما تبقى اللحمة بالشكل ده هحط عليها الطماطم المتقطعة. لو حابين تقشروا الطماطم الاول عادي بتقشروها وبعد كده بتقطعوها او بتقطعوها زي ما هي. بعد كده بضيف نص معلقة صغيرة من السكر ومعلقة صغيرة من الكاتشب ومعلقة كبيرة من الصلصة. الكاتشب بيديها برضو طعم حلو. وبحط فلفل اسود وبعد كده بظبط الملح وبسيبها لحد ما تتعصج. ده كده شكل اللحمة بعد ما اتعصجت. جربوا تعصيجة اللحمة المفرومة دي هتعجبكم جدا. بعد كده هنعمل خليط الدهن بتاع الجلاش. هجيب معلقة من السمنة وهضيف عليها الزيت. بلاش تعملوها بزيت بس او بسمنة بس، يعني هو الخليط ده بيكون حلو جدا في الجلاش. بعد كده هجيب الصينية اللي هعمل فيها الجلاش وهضيف عليها من الخليط اللي انا عملته ده. بمسحها كده بالفرشة. بعد كده هاخد نص لفة الجلاش وهحط اول ورقتين وهضيف عليهم بالفرشة كده من خليط التوريق اللي احنا عملناه. وهكرر نفس اللي عملناه لحد ما تخلص نص اللفة بتاعة الجلاش. يبقى بين كل ورقتين هنحط السمنة بالزيت نمسحهم كده بالفرشة. بعد كده هنضيف اللحمة المفرومة. وده كده بعد ما خلصت نص لفة الجلاش وضفت اللحمة كده بالطريقة دي. بعد كده هكرر نفس اللي عملته في النص بتاع لفة الجلاش التاني. بعد كده بقطع صينية الجلاش بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ده قبل ما احط لها الخليط اللي هيتحط على الوش. هنعمل بقى الخليط اللي هيتحط على الوش وهو عبارة عن بيضة. وهحط لها كده رشة من البيكنج باودر، ده اللي بيخليها مورقة. وهنحط رشة من الفلفل الاسود علشان زفارة البيض. وهضيف عليهم اللبن، بس انا ما حطيتش مج اللبن ده كله، انا حطيت مج الا ربع من اللبن. وهقلب الخليط اللي عملته كله مع بعضه وبعدين هضيفه على الجلاش وهدخله في الفرن لحد ما يتحمر وهيكون بالشكل ده. عايزه اقول لكم ان هو بجد طعمه حلو جدا. بتمنى انكم تجربوه وتقولوا لي في التعليقات ايه رأيكم فيه. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد. والى اللقاء في فيديو اخر، مع السلامة.